يمكنكم أن تقدروا صعوبة المهمة من ثراء النقاش وتعدد المداخلات وتعدد المحاور. المهم وأرى أن الجمعية نجحت في ذلك، وأشكر السيدة نايلة شعبان على هذا الموضوع الذي اشتغلنا عليه، أن نشتغل على نصوص لم يقع اعتمادها بعد، لأنه مهم جدا أن صياغة النص يكون تشاركي. وأظن هنا حتى لو كان داخل المشروع التشاركية نقصت في صياغة المشروع، يعني الالتقاء بين الجامعيين والإداريين والقضاة مهم جدا في مثل هذه المناسبات. ما أراه هو أن الثنائية التي تخترق الانتزاع في كل عبر تاريخه، يعني منذ 1858 ما زالت موجودة، وفي كل تطريح تطرح نفسها بنفس القوة وبنفس الحدة، وفي كل مرة يقع تقديم إجابة مختلفة، وهي ثنائية الحق والمصلحة العامة. يعني لم نخرج عن ذلك في النهاية، يعني كل مدار الحديث هو حق الملكية، حق المواطن، ووراء حق الملكية ثقة المواطن في الدولة أيضا، ووراء حق الملكية الإحساس بالعدل، ووراء حق الملكية الثقة في الأمينين على المصلحة العامة، ومن جهة أخرى المصلحة العامة. وهنا سمعت بالفرنسية كلمات بين الحسم والتشاور، هل نحسم أم نتشاور؟ détermination et concertation. الدولة لها مسؤوليات، ولكن لدينا حكم، والحكم هو الدستور. يعني هو موجود، il faut composer avec، وهو يعبر على لحظة تاريخية لحضور الحقوق في مقابل أيضا حضور المصلحة العامة، لأنه في الفصل 41 الذي يتحدث عن حق الملكية، الدستور 59 لم يتحدث عن الانتزاع من أجل المصلحة العامة، لم يتحدث عن الحد من حق الملكية، بينما هذا الدستور تحدث عن الحد من حق الملكية. فمنذ البداية إمكانية الحد موجودة، والبحث عن هذا التوازن موجود. وسأحاول أن أتحدث عن البحث عن هذا التوازن ليس في المشروع، لأنه حسب ما يبدو هذا المشروع هو مشروع حكم لفائدة الإدارة، لأن حكم لفائدة المصلحة العامة. سمعت من قال من المتدخلين مشروع 2003 ماذا أعطى للإدارة، ومشروع 2016 ماذا أعطى للمواطن. يعني هذه الثنائية متواصلة ومستمرة، ولكل وجهة نظره ولكل هواجسه، هواجس الإدارة المصلحة العامة، هواجس الإدارة ربح المال المطالب بالضريبة في النهاية. ليس أنا أقول حتى المال العام، ليس هناك شيء اسمه المال العام، مال المطالب بالضريبة هو الذي تحرص الإدارة على حفظه وعلى صيانته. إذا عناصر 4 سأقف عندها، وهي الإجراءات الإدارية، التحوز، التعويض والنزاعات. لن ألتزم بالتقسيم الثنائي التقليدي، وإنما سأتحدث دقيقتين لكل نقطة. وقبلها سأقول شيئا مهما، هو أن فصلا ناقصا في هذا المشروع. يعني أرجو، هذه هي توصية شخصية وليست توصية سمعتها. يجب إضافة فصل يمنع التعاقد مع المقاولين ومع الملتزمين قبل تصفية الوضعية العقارية. يعني نتحدث عن 65 مليار تعويضات، فلماذا نتعاقد ونحن لم نصفي الوضعية العقارية؟ أظن أنه فصل ناقص أو السؤال. الإجراءات الإدارية، ما نلاحظه من خلال الإجراءات الإدارية أولاً هو هيكلة الاختبار، يعني طريقة الاختبار، هذه اللجنة الوطنية والمعايير وشبكة التقييم شيء جيد جدا في حد ذاته، لكن مع المحاذير التي ذكرها الأستاذ خليل التي متعلقة بهذا التحيين ومشكلة التحيين، فيجب أن نكون حذرين في مثل هذه المسائل. لكن ما ألاحظه وما يعني أسطره بالأحمر وأنا أدرس قانون المصالحة. يعني هناك مادة أصبحت تدرس اليوم في الجامعات اسمها قانون المصالحة، قانون التصالح، والذي يخفي وجه الدولة التسلطي ليظهرها ويلبسها لبوس المفاوض. صحيح نحن في تونس بعد الثورة أصبح هذا الوجه هو وجه ربما يحمل ضعفا أيضا، ولكن في الحالات
العادية، ونرجو أن تستمر هذه الحالة، حالة الانفلاتات العامة والشاملة، في الحالات العادية الدولة اليوم تريد أن يعني في كل المجالات لا ميدياسيون لا كونسيلياسيون هي المودورد، يعني يجب أن لا نغفل هذا. وما نراه أن في الإجراءات الإدارية أهم غائب هو التصالح. فلا أدري إن كان من الممكن إعادة التفكير في هذه المسألة، ولكن يبدو أنه قرار في هذا المشروع وهو اختفاء التصالح. وأعتقد أنه من المهم جدا إعادة التفكير مرتين، لأن التصالح هو الذي ولكن بآليات جديدة ربما وبضمانات للمواطن وبضمانات من خلال تركيبة الهيئة ودورها. هذه الهيئة الجديدة ذات الدور الباهت كما قال سي محمد هي هيئة استقصاء على غرار مكاتب تقريبا التسجيل، يعني كما نرى في تحديد الملك العمومي تقريبا، هذا ما نفهمه منها. فهي ليس لها دور في محاولة استرضاء المواطن. وسيمونين قال اجتماع في الولاية، وفما كلمة أخرى هي كلمة سحرية كانت قبل 2010 مشروع رئاسي. فأعتقد إذا أنه ربما يمكن إعادة قبل 2010 كان اللي يشتغلوا على الملفات هذوك واللي يشوف مشروع رئاسي بالتلفزة شغال المواطنين تلقاها فرحانين لليوم تو سامبلومون لليوم استدرت عندنا في قضايا فندق وبلاد متعودة قرارات قريبية يمشي في التصحيح وما في عرسة قال كيف في دولة برسالة يكون معاهم ولا حاجة خير. يعني هذه ملاحظة عامة بالنسبة للإجراءات الإدارية. على الإيجابي هو توضيح معايير الاختبارات، وما أدونه كعنصر ربما يجب إعادة النظر فيه هو اختفاء التصالح الذي هو ديدن اليوم كل الدول تتحدث عن الوسائل البديلة وعن ذلك. أيضا بالنسبة للنقطة الثانية وهي نقطة التحوز، وفهمنا هواجس مستهلك العقار، وفهمنا أن هناك اختلافا في وجهة النظر لألخص بين ربط التحوز بالملكية وبين ربط التحوز بالغرام. الإدارة تقول أنا مالكة كيف لا أتحوز، أمر الانتزاع نقل الملكية، والمشرع يقول وأيضا الحقوقيون ورجال القانون يقولون الغرامة التي هي كما قالت السيدة أسماء هي تعبير عن لاندمنيزاسيون اللي هو افون كو، وبينما فكرة التعويض أبخي كو تبقى من مجال المسؤولية. فهنا لدينا نص، وهذا المشروع يعني يتحدث أولا عن الغرامة المؤمنة، لا يتحدث عن الغرامة العادلة. كلمة الغرامة العادلة أظن أنها اختفت من المشروع. وثم إذا المشروع يتبع منطق ارتباط التحوز بالأمر، بينما يعني ما جرى عليه القانون التونسي إلى حد الآن، يعني من قبل حتى 76 و2003 هو ربط التحوز بالغرامة. هناك حديث يعني المشرع يعني المشروع هنا ربط التحوز بالغرامة المؤمنة في بعض الحالات لا بالغرامة العادلة. هنا إذا يعني أعود إلى ما ذكره الأستاذ خليل من أنه ربما يجب التفكير في الإبقاء على ربط التحوز بالغرامة، ولكن مع ضمانات أيضا، لأن الفكرة هي دائما هذا التوازن بين حق الإدارة وحق المواطنين في مشاريعهم وحق المواطن في حق الملك. التعويض النقطة الثالثة، رأينا أن الفكرة العامة يعني دائما في نفس المنطق، المشروع بنفس المنطق، التضييق من نظام التعويض، تقييد شروط الضرر. إذا هنا ربما كل هذه العناصر ربما يجدر إعادة التفكير فيها لمنح هذا الإحساس بالتوازن، لأن الفكرة ليست في حقوق المواطن 2003 حقوق الإدارة 2016، الفكرة في هذا التوازن مرة أخرى بينهما. لن أطيل أكثر في هذه النقطة. في النهاية نزاعات الانتزاع، الاستيلاء على الانتزاع أو استرجاع والاسترجاع، حضور القاضي بصفة عامة، حضور القاضي. من التوصيات التي أرى أنها تكررت في تدخلات الجميع هي قاضي
تقريبا ضرورة هذا القاضي ضرورة لا ينازع فيها أحد إلا ربما إذا ضرورة هذا القاضي لا ينازع فيها أحد من المتدخلين على الأرض. يعني هذا القاضي تطلبه الإدارة وربما أيضا يطلبه المواطن. فسأعتقد أنه من أول التوصيات إذا تدخل القضاء عبر قاضي الانتزاع. قبل ذلك المفروض أن يتدخل القاضي في تقدير بدور الاستشاري في الاستشارة الوجوبية التي رأينا أن هناك تناقضا بين كاتب شرح الأسباب وكاتب المشروع في صيغته الكاملة والفصل الذي يتحدث عن الاستشارة فقط دون أن يكون الرأي مطابقا. يجب توضيح هذا الأمر ماذا بالضبط سيراقب هذا القاضي من خلال الدور الاستشاري. إذا جو ne pas vous cacher ça. Tout simplement كانت الاستشارة مطابقة وقت اللي مشى المشروع الوزاري الأولى. غادي تم الإجهاز على المطابقة. واضح. بقات كيكا فوندون. إذا حضور القاضي كما قلت أعيد قاضي الاسترجاع. الاستشارة يجب أن يكون لها معنى. هو الاستشارة الوجوبية دائما صدروا 4 أوامر في الانتزاع في خصوص أراضي اشتراكية، والاستشارة الوجوبية ما تمتش استشارة المحكمة رغم هذه الاستشارة وجوبية مش رأي مطابق. هذا معناه أي أنا معناها الاستشارة الوجوبية فوق معناها أنك حتى إجراء الاستشارة الوجوبية شكون يطعن باش يقول لم يتم استشارة المحكمة. بالنسبة لباقي النزاع، نزاع إداري أصيل ويتفق عليه الجميع. ربما وهذه آخر ملاحظة قبل الأخيرة، ربما من الضروري التفكير مرة أخرى وهذه التوصية في أحكام انتقالية بين أسنان الاختصاص وفقا للدستور للقضاء الإداري بجميع درجاته المبينة بالدستور، وبين أحكام انتقالية توضح أنه إلى حد انتصاب هذه المحاكم من سيتولى النظر في هذه النزاعات. وفي النهاية بعد هذه التوصية التي ربما تحمينا من الاستيلاء على الانتزاع، أنتهي بمسألة الاسترجاع أيضا الاسترجاع نزاع إداري، وبالتالي نفس القاعدة تنطبق عليه وتتعلق ب سواء كان نزاعا أصليا أو فرعيا، يعني سواء كان أصليا أو فرعيا فهو نزاع إداري. وبالتالي وهذه هي كلمة الختام، القضاء قاضي القضاء لدى القضاء الإداري. وربما إذا كنا نتحدث عن القاضي العدلي كحامل للحقوق والحريات، القضاء الإداري أيضا حامل للحقوق والحريات، والإدارة حامية للحقوق والحريات في التنمية وفي إنجاز المشاريع العمومية، ولكن بين مختلف هذه الحقوق والحريات التوازن أظن هي الكلمة السلبية. وشكرا. لحظة برك. احنا ما كملنا، لكن انا اليوم في مرحلة من عمري ومن كاريري في الإدارة اللي نجم نعطي خواطري وانطباعي الشخصي. انا العقاري خدمت عليه بركي 25 سنة من عمري وقت دخلت القراية. دونك خدمنا على التحييد، خدمنا على لجان التحييد، لجان حل الأحداث، الأراضي الاشتراكية، الانتزاع مجلس العمري، معناها محطات طويلة. جي لامبرسيون اللي سورتو بعد الهبله التشريعيه تاع اول الفيه نص التسعينات، اول الفيه صارت هبله سورتو في العقاري والحقوق العينيه. المجال اكثر مجال كان الاستقرار، اكثر مجال خلقناه في البريود هذيك. دونك ساعدوني بعد في الدنيا، خاطر فما ناس تعتبر انه جوست القانون في باله يصلح الدنيا. القانون هذا بالذات جي بور، ما نكذبش عليك، جي بور انه ما ترافقوش لونفلوب الضروري. كلش باش تقول معناها إذا كان لي انستيتيوسيون اللي يجيبهم القانون هذا سون فوي على شيء كيف لي انستيتيوسيون اللي قبلهم، على خاطر ما عندناش باش نتنقلوا وما عندناش الخبير اللي يجي باش يمشي، والخبير ما عندوش عناصر التمرير، والناس اللي تعمل الاستقصاء ما تعرفش شكون الملاك. اون فا سو ريتروفي دون كيلكو تون هربه اخرى قدام. حاجه اخرى باش قلت لكم اللي الاشكاليات راهي مش في القانون برك، الاشكاليات راهي واقعيه واشكاليات امكانيات. الإمام الخميني اللي مدوا له اتفاقية شط العرب بعد ما خسر الحرب، قال أوقع هذه الاتفاقية وكأنني أتجرع السم. لا أنا حافظ الملكية العقارية وحررت فصل
وكأنني أتجرع نفس العرض. علاش؟ على خاطر وقت يحاول الكير عقارية بيدو راني نرسم أمر الانتزاع بقطع النظر عن الحالة الاستحقاقية. شنو السجل هو؟ اللي يكتسب حقوق على ضوء تنسيق السجل. احنا كوم الإدارة ما تنجمش نون بو با بلوكي لو بروسيسوس. كي تعمل ليتود نتاعك على الفونسيي تبقى ا بي سي ملاك. كي ينطلق البروسيسوس ياخذ 8 شهور. في 8 شهور حتى حد ما يضمن انه ما يبيعش ولا بي ما يبيعش ولا سي ما يموتش. وي كي يخرج امر الانتزاع نلقاو الرأي الاستحقاقية تبدلت. نحاول نحكي العقلية هذا اللي يعرف الاشكالية. كتبت وانا النص هذاك بيدي فهمتوا ولا؟ اون توت كونتراديكسيون مع لي كونفيكسيون تاعي اون توك كونسيرفاتور وحتى المحافظة على السجل ولكن مالوريزمون لي بروبليماتيك من النوع هذا معناه ساعة الناس تحقق انه ما فماش كربة وما فماش خدام يحط لي بيكي واحد ولكن هذوك من بعد بالاكيوميلاسيون